السلام عليكم. معاكم مس مي معلمة اللغة العربية. أهلا بيكم حبايبي. النهاردة هنراجع مع بعض دروس الترم الأول. يلا مع بعض. أول درس معانا هنراجعه درس أنا أستطيع. هنقرأ مع بعض القطعة. قال المعلم: أنت نشيط وماهر يا آدم، وتستطيع تحقيق الفوز. السؤال الأول: ماذا قال المعلم لآدم؟ قال له: أنت نشيط وماهر يا آدم، وتستطيع تحقيق الفوز. السؤال الثاني: هل وافق آدم على الاشتراك في المسابقة؟ طبعا وافق عندما رأى صديقه زين يحرز هدفا، يبقى نعم وافق آدم على الاشتراك في المسابقة. السؤال اللي بعد كده: استخرج من القطعة. قطعة قدامنا. قال المعلم: أنت نشيط وماهر يا آدم، وتستطيع تحقيق الفوز. هنشوف ايه المطلوب. كلمة معناها بارع. ايه اللي موجود في القطعة هنا معناه بارع؟ طبعا ماهر. كلمة معناها أقدر. ايه اللي موجود في القطعة هنا معناها أقدر؟ تستطيع. عايزين من القطعة كمان اسم شخص. عندنا الشخص اللي موجود اسمه آدم. يلا نشوف مع بعض. أكمل الجمل بضمير المناسب المتكلم، سواء كان أنا أو نحن. لما أجي أقول نلعب بالكرة، نلعب هنا الفعل جاء فيه حرف النون، يبقى الضمير اللي هنحتاجه هنا للجمع نحن نلعب بالكرة. رقم 2: الفعل هنا جاء فيه ألف، يبقى الضمير اللي هنختاره أنا أحب أمي وأبي. آخر حاجة معايا نستطيع تحقيق الفوز، نحن هنا للجمع بنستخدمها. وبكده رجعنا مع بعض درس أنا أستطيع. يلا مع بعض نشوف الدرس اللي بعده. توماس إديسون. كان توماس إديسون تلميذا ذكيا، ويسأل ويبحث ويجرب، فأصبح مخترعا للمصباح الكهربائي. السؤال الأول: ماذا اخترع توماس إديسون؟ طبعا اخترع المصباح الكهربائي. من هي التي اهتمت بتعليم توماس إديسون؟ أمه. القطعة عندنا هنستخرج منها كلمة معناها مبتكرا. ايه اللي معناه مبتكر؟ مخترعا. أحسنتم. كلمة معناها سارة، هنلاقيها في القطعة أصبح. اسم شخص موجود معانا في القطعة توماس إديسون. يلا نكمل مع بعض الجمل بضمير مخاطب. أنت للمفرد المذكر، أنت للمفرد المؤنث. أما أقول ولد مجتهد يبقى أنت للمفرد المذكر. هخاطب تلميذة هقول تلميذة نشيطة، هقول أنتِ. هخاطب تلميذ أنت تلميذ مهذب. آخر حاجة هخاطب بنت جميلة هقول لها أنتِ. هنلاقي الفرق هنا، في فتحة يبقى أنت، في كسرة تحت التاء تبقى أنتِ. وبكده راجعنا درس توماس إديسون. يلا مع بعض نراجع درس ونشيد صديقي. اكتب الكلمات المحذوفة من النشيد: شاعرا، ذكي، محب، نبيل، لطيف، صديقي. كلنا حافظين صديقي ذكي، صديقي نبيل، كريم محب، لطيف أصيل،
وينشد شعرا. بكده نكون أكملنا الكلمات المحذوفة من النشيد. الأسئلة اللي بعد كده، السؤال الأول: ما معنى نبيل؟ صاحب عقل، صاحب خلق. الإجابة صاحب خلق. ما معنى أصيل؟ حق، حقيقي، غير حقيقي. الإجابة حقيقي. عكس كريم: ذكي، بخيل، لطيف. الإجابة بخيل. جمع صديق: صديقي، أصدقاء، صديقة. أصدقاء. عكس جميل: لطيف، محب، قبيح. الإجابة قبيح. مفرد أشعار: شعر، شعيرة، شاعر. الإجابة شعر. السؤال جيم: ما اسم صديقك المفضل لديك وما هي صفاته؟ هسيب السؤال ده ليكو، هتكتب اسم صديقك وتشوف الصفة المفضلة في صديقك وتكتبها، سواء كان كريم، أصيل، نبيل، الصفة اللي انت تحبها تكون في صديقك. وبكده رجعنا النشيد. يلا مع بعض نراجع مع بعض درس عادات صحية. القطعة معانا: فادي: ماذا أفعل لأكون بصحة جيدة؟ هنا سؤال، الأب بيجاوب: أن تتناول طعاما صحيا فيه نشويات وخضروات وفاكهة وبروتينات. طبعا كل دول فيهم مد بالألف وآخرهم تنوين بالضم. وأن تمارس الرياضة بانتظام، من تنوين هنا بالكسر. أجب من القطعة: مما يتكون الطعام الصحي؟ الإجابة هنا في القطعة نشويات وخضروات وفاكهة وبروتينات. هنستخرج من القطعة اللي فوق دي اللي مطلوب كلمة بها القمرية. هنبحث كده مع بعض، هنلاقي كلمة الأب. كلمة بها الشمسية، نبحث مع بعض هنلاقي الرياضة. حرف عطف، حرف الواو. اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. النشويات يا ولاد زي ايه النشويات؟ مصنوعة من النشا، سواء كان الخيار ولا الثوم ولا الأرز. البروتين، بروتين مثل الجزر، البيض، العنب. الإجابة البيض. الفاكهة مثل البصل، البلح، الخس. طبعا الفاكهة مثل البلح. الخضار مثل البطيخ، التفاح، الفلفل. الإجابة الفلفل. بالشكل ده بنكون راجعنا درس عادات صحية. يلا نراجع مع بعض درس عندي موهبة. درس عندي موهبة. هنقرأ القطعة مع بعض. ذهبت سلمى مع فصلها في رحلة مدرسية إلى السيرك، وهناك شاهدت عروض الحيوانات وعرض الساحر، وضحكت كثيرا على عرض المهرج. استخرج من القطعة اسم. هنبحث عن الاسم اللي اتحدثت عنه القطعة. اسم عندنا سلمى. هنبحث عن الفعل في القطعة. الفعل دايما في حركة، ذهبت، وعندي كمان فعل شاهدت، وعندي كمان فعل ضحكت. حرف الجر عندي في كمان إلى وعلى، كل دي حروف جر. حرف العطف عندي كمان و. الشمسية عندي هنا السيرك، وفي كمان الساحر. القمرية المهرج. كلمة بها مد بالألف. في موجودة عندي في القطعة فصلها الحيوانات، هناك، شاهدت، الساحر. كل ده يعتبر مد بالألف وأنا اخترت الساحر. أجب من القطعة: أين ذهبت سلمى مع فصلها؟ ذهبت سلمى مع فصلها في رحلة مدرسية إلى السيرك. ما الذي أضحك سلمى كثيرا؟ أضحكها عرض
المهرج. وبالشكل ده بنكون راجعنا درس عندي موهبة. يلا مع بعض نراجع آخر درس معانا أريد أن أكون طبيبا. قال أحمد لوالده: أريد أن أكون طبيبا مثلك يا أبي. اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. شوف مع بعض رقم 1. تحدث أحمد مع مين؟ والده. والد أحمد يعمل طبيبا. هنرتب كلمات كل سطر لنكون جملة مفيدة. تعرف، هل، مهارات، مهنة، علامة استفهام، التعليم. يبقى إذن هنا مطلوب منا سؤال. أي سؤال بيبدأ أداة استفهام وآخره علامة استفهام. هنقول: هل تعرف مهارات مهنة التعليم؟ ولازم أضع علامة الاستفهام. جملة عندنا بعد كده: أكون أنا أريد طبيبا. أنا أريد أكون طبيبا. بالشكل ده بنكون راجعنا الدرس، ونبدأ دلوقتي مع بعض القواعد والأساليب. اختار من بين القوسين الإجابة الصحيحة. عندنا هنا ضمائر المتكلم أنا ونحن. أستطيع الفوز. لما أجي أتكلم عن نفسي، عشان كده اسمه ضمير متكلم، بتكلم عن نفسي. هقول، والفعل عندي هنا بحرف الألف بدأ، يبقى هنبدأ بالضمير اللي فيه ألف ولا الضمير اللي فيه نون؟ أنا ولا نحن؟ أحسنتم، أنا. عندي هنا كمان هنتكلم عن ضمير المتكلم. نثق بالنجاح. أنا ولا نحن؟ الفعل جاي هنا بالنون، يبقى هنختار أنا ولا نحن؟ نحن. تلميذ باحث. المطلوب هنا ضمير مخاطب، يعني لما أجي أخاطب تلميذ هقول له أنت ولا أنتي؟ هو مفرد مذكر تلميذ، يبقى هنختار له أنت. معلمة نشيطة. مفرد مؤنث هنختار لها، ما أجي أخاطبها هقول لها أنت ولا أنتي؟ أنتي. دلوقتي معايا حروف الجر إلى وفي ومن. أما أجي أقول الجملة رقم 5: أضع ملابسي نقط دولابي. يبقى هقول إلى دولابي ولا في دولابي ولا من دولابي؟ في. مسكت الكأس انكسر. يبقى هنا مطلوب منا حروف العطف. الواو هنا للوصل، ثم بتكون للتراخي، فاء هنا بنستخدمها للسرعة. يبقى أنا مسكت الكأس فاء انكسر، يبقى هنستخدم فاء. أذهب نقط المدرسة صباحا. مطلوب منا هنا حرف جر، إلى ولا في ولا من؟ إلى، يبقى أذهب إلى المدرسة صباحا. دخلت الفصل جلست، يعني هقول دخلت الفصل وجلست، ولا أقول دخلت الفصل ثم جلست، ولا بعد كده، ولا أقول دخلت الفصل فجلست؟ هنا في تراخي، أنا دخلت وبعد كده جلست، يبقى هنختار ثم. أحسنتم. صنف الكلمات الآتية في مكانها الصحيح. مطلوب من الكلمات اللي انتوا شايفينها دي الاسم، الفعل، الحرف. هنبدأ بأول كلمة أريد. هل أريد ده اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. في حرف ولا اسم ولا فعل؟ حرف. ضحكت اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. ثم اسم ولا فعل ولا حرف؟ ثم حرف عطف. أحسنتم. ذهبت اسم ولا فعل ولا حرف؟ في حركة، فعل. اللحوم. اللحوم هنا في ألف ولام، يبقى إذن الاسم نعرفه من الألف واللام، دي من علامات الاسم. وردة عرفنا ازاي برضو انها اسم لانها فيها تنوين، ودي من علامات الاسم. امجد ده اسم شخص من حرف جر. انطق وصنف الكلمات في مكانها الصحيح. الساعة
نسمع مع بعض عشان هنا مطلوب منا القمرية والشمسية. اللام القمرية ان انا اسمع صوت اللام. اللام الشمسية لا تنطق ولا اسمعها. نركز كده مع بعض في نطقي ونشوف كل كلمة هتكون مكانها فين. الساعة، انا قلت حرف اللام؟ لا، يبقى في الشمسية. العشاء، ال نطقت اللام يبقى هتكون القمرية. السن، السن نطقت اللام؟ لا، يبقى الشمسية. البقول نطقت اللام؟ ايوه، يبقى قمرية. الشجر نطقت اللام؟ لا، تبقى الشمسية. المهنة نطقت اللام؟ ايوه، يبقى القمرية. اخر حاجة معايا في المراجعة التعبير. رتب الكلمات لتكون جملة مفيدة. صديقي شعرا ينشد، الإجابة بتكون ينشد صديقي شعرا. أستطيع القراءة أنا والكتابة، يبقى أنا لما أجي أعبر عن نفسي الأول هكتب الضمير وبعد كده الفعل، ولما ألاقي الكلمة فيها واو يبقى إذن هو عايز كلمة قبليها، يعني هتكون الإجابة بالشكل ده. أنا أستطيع القراءة والكتابة. عندي قوية، لدي أسنان وصحية، يبقى الجملة دي لازم يكون في قبلها كلمة عشان أقول و، يبقى هبدأ بلدي وأقول لدي أسنان قوية وصحية. تلميذا كان ذكيا. توماس، أنا ممكن أبدأ هنا بفعل وأقول كان، وممكن أبدأ كمان باسم وأقول توماس. أقول توماس كان تلميذا ذكيا، وممكن أقول كان توماس تلميذا ذكيا. نحن الطعام الصحي نحبه. هنبدأ بنحن الضمير ونقول نحن نحب الطعام الصحي. شكرا لكم، وأتمنى تكون مراجعة مفيدة لكم، وكانت معكم مس ماي معلمة اللغة العربية، ودايما هتكونوا في سنة تانية آخر شطارة.